مترو الاسكندريه هيغير منطقه الظهريه بالكامل للافضل. تابع معانا الفيديو للنهايه وريت اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وكده يا جماعه انا عديت مزلقان بكوس ومتجه الى شارع السينما او شارع الاقصى يا جماعه، وبعد كده هروح محطه الظهريه، محطه الرعب بقى. والمحطه هنا يا جماعه هيتم تغييرها بالكامل للافضل بالنسبه للي بيحصل فيها بالليل زي ما حضراتكم عارفين يعني، وفي وسط النهار كمان، من بيع الحاجات اللي انتوا عارفينها، ممنوعات وبلطجة وتسول بالليل يا جماعة على المحطة، يعني بيسبب رعب وقلق وخوف للركاب الحقيقة، ركاب قطار ابو قير. فان شاء الله المترو بقى يتم تنفيذه هنا، وهو تم تنفيذه بالفعل، ومجسات التربة في العصافرة في المنتزه والمعمورة وتوصل، وانا صورت لحضراتكم الحاجات دي. فان شاء الله بقى المترو هنا هيبقى افضل، والمترو هيبقى علو يا جماعة من قبل الظهرية بحاجات بسيطة لحد بعد محطة توسن. كل ده هيبقى المترو فوق كوبري. وهنا محطة الظهرية بقى في المكان ده يا جماعة، يعني ان شاء الله هيكون في مكاتب امن ومكاتب شرطة، وهيبقى في نظام، والدنيا تبقى نضيفة وامان باذن الله غير دلوقتي خالص. وده يا جماعة مسجد نور الاسلام. زي ما حضراتكم عارفين في 13 مسجد على حرم سكة حديد قطار ابو قير يا جماعة، هيتم ازالتها زي ما حضراتكم عارفين، زائد المحلات بقى اللي هي على حرم السكة الحديد. كل ده هيتم ازالته بتعويضات يا جماعة. تمام. وكده يا جماعة انا في محطة الظهرية اهي، يعني اسوأ محطة في خط قطار ابو قير يا جماعة. فان شاء الله المكان هنا هيبقى افضل. انا قلت اجي اصور لحضراتكم هنا في الظهرية، وان شاء الله يعني مفيش قلق والدنيا هتبقى جميلة باذن الله. يعني انتوا شايفين المنظر يا جماعة قدام حضراتكم ده، يعني ان شاء الله بقى لما يتم التنفيذ في المترو هيبقى المنظر ده كده يا جماعة. يعني بصوا الفرق، هيبقى امان وحاجة نضيفة ان شاء الله باذن الله. واخر الاخبار يا جماعة بالنسبة لقطر ابو قير، يعني هيتم وقفه في اول السنة الجديدة يا جماعة. فهنشوف برضو، يعني لو حصل الجديد اقول لحضراتكم ممكن يقف قبل كده ممكن يقف بعد كده، فهنشوف برضو ايه اللي هيتم، واي جديد ان شاء الله هقول لحضراتكم. والقطر جاي يا جماعه من بكوس اهو داخل على مزلقان الظهريه. بس يا جماعه ده كان فيديو سريع حبيت اصوره لحضراتكم، ان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد. سلام واشوفكم على خير.